يا الله اهلا وسهلا. عيدك حبيبي نصرت. جي ايامك سعيده. شلونك؟ استريح. لا الله يسلمك حبيبي نصرت. انا اول شيء جيت اعايدك، وثاني شيء تدري على من جيتك؟ جيت اشكرك على الكليتشه دزيتوها لنا، مو كليتشه ضيم. اول شيء اعطينا الطريقه شلون يسوون الكليتشه، دزيتها جيراننا هم رادوا الطريقه، رحمه الوالديك سولف لي شنو الطريقه يسوون بها الكليتشه. طبعا سالتنا عن الكليتشه، هذا شغل ام حمودي، تسهر وتتعب خاطر تسوي كليتشه زينه، شلونها بروح ابوك. طبعا شغل مش طبيعي وتعب ام حموده هذا. بدون ما تقول لي وعاش يديكم على الكليتشه، بس حبيت اسالك وين طلعت بعيد؟ وين رحت؟ وين راح تروح؟ طبعا هسه عوفنا من طلعه حكيم، شغل ام حمودي ضيم. تدري ذيك الليله ظلت 3 ايام قبل العيد تسوي بالكليتشه؟ بقول لك بدون ما تقول لي والله، بس تعبتني ادري بها خوش كليتشه. طبعا هذا شغل ام حمودي، تشتغل شغل نظيف مو مثل باقي النسوان. اقول لك ترى انت تبارك لابو محمودي، اعرف اخوش يسوي كليتشه. ايه هذا بابا موجود. بابا بالتوصيل دق عليك ويقول جبت الطلبيه واطلبكم فلوس، وقلت له بابا موجود. اني اطلب الدليفري والنوب يطلب الفلوس، وش وقت اني اطلب الدليفري؟ شلون الطالب؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك نصرت؟ أي نعم. وصل التوصيل مالتك حبيبي وعليك 200,000 مال كليتشه. اني اطلب كليتشي وعند محمودي، المنطقه كلها تحلب بكليشه محمودي، روح اسال اي بيت تحلب بس بكليشه محمودي. بشرفك كليشه محمودي شلونها؟ انا ادري بيها طيبه، بس اخر شيء منين طلعت تطلب من الدليفري؟ خابصنا كليشه محمودي. هاي محمودي يمكن بيض ما تعرف ايش تسوي. صوتي حتى من المنطقه راح اشيل المراق. انت ما تدري عن ماما صارت 3 ايام تطلب كليتشه منك بطلبيه. هلا وثار محمودي يطلب كليشه من الدليفري، وانا ما واحد ما قلت له حملت محمودي الي. اعطيني الفلوس انا اطلبك فيه هنا لازم شيء. حبيبي ما اعطيك فلوس، ومن قايل لك عليه كليتشه؟ ولا انا مخابرك عليه كليتشه. حبيبي خير شيء ما تعطيني اياهن؟ ايه وما اعطيك اياهن، وش تريد سوي. مو عارف راح اسوي لك. اخ يابه الله يطيح حظك محمودي، ضحكين علي وانا حبيت بيك 24 ساعه محمودي، شوف عيني شلون صارت زرقاء، الله يطيح حظك.